كلب سائب يتسبب في وفاة طفلة وإصابة 14 عاملة فلاحية بسبيطلة. إليكم التفاصيل. توفيت صباح اليوم طفلة تبلغ من العمر 16 عاما، وأصيبت 14 عاملة فلاحية بجروح متفاوتة الخطورة إثر انقلاب شاحنة كانت تنقلهن في الطريق الرابط بين منطقة دار الجمعية التابعة لمعتمدية سبيخة من ولاية القيروان ونظور من ولاية زغوان. معتمد سبيخة عبد الوهاب عبد القادر كشف في تصريح لإذاعة موزايك المحلية أن كلبا سائبا قطع الطريق بشكل مفاجئ ما تسبب في انقلاب الشاحنة. وغادرت 9 من العاملات المستشفى، في حين تم نقل 4 عاملات إلى المستشفى الجامعي سهلول بسوسة لتلقي العلاج، مع تحويل عاملة إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان وفق المصدر ذاته. حوادث المرور التي تتعرض لها العاملات في القطاع الفلاحي في تونس أصبحت تمثل كابوسا لهن، خاصة وأن أرقامها ترتفع حاصدة أرواحهن، على الرغم من وضع قانون منذ سنة 2019 ينظم عملية نقل العاملات في الفلاحة.